في البدايه كده يا صديقي انا عايزك تعرف ان انا هبدا انزل باستمرار من هنا وجاي حرفيا. وايوه صح، لو انت ما انتش عارف انا فتحت قناه جديده بنزل عليها محتوى الانمي، فخش خد لك بصه كده واديني رايك وان شاء الله تعجبك. واهلا اهلا بيكم بالقسم الثاني من حكايه ملك الحظ بعد غياب طويل استمر لفتره طويله جدا. وده طبعا ان انا ساحب على القناه يعني معروف. بس اعذروني يا شباب والله ده غصب عني، والله ده بسبب الدروس والمذاكره. وبس لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه ملك الحظ فما تروحش لبعيد، لان انا مجمع لك كل الاجزاء هنا هي، والجزء الجديد هتلاقيه في الدقيقه دي. وبس كده مش هطول عليك، مشاهدة ممتعة. تخيل معايا يكون عندك ثقة بالنفس ملهاش حدود لدرجة ان الموظفين بيخافوا وجودك معاهم في الشركة، ده حتى المدير بتاعك خايف منك. بس وانت قاعد مع اتنين مزاق بتنتقل داخل لعبة عن طريق التليفون بتاعك، ولكن بعد اللي حصل لك ده كله بتبقى غير الكل وفرحان. ده مش كده وبس، ده انت كمان بتضحك على كل الموجودين معاك اللي كانوا معاك ضحكتك الشرير. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ الحكاية بتاعتنا بشوية موظفين في إحدى الشركات. بنشوف شخص معدي بالصدفة، بيكون الموظف اللي قاعد على المكتب مصدوم منه. بعدها بنروح لشوية موظفين تانيين وبيكونوا مصدومين حرفيا. بيتكلم واحد من الموظفين: المتدرب ده عمال يعمل الشغل الإضافي اللي في الشركة. بتتكلم الموظفة اللي جنبه: مستحيل، ده رايح لمكتب الرئيس وشكله كده خلص المشروع بتاع الشركة. بعدها بنروح للرئيس واللي بيكون متوتر وبيكرر في كلمة إنه قادم. بعدها بتكلمه السكرتيرة: الرئيس التنفيذي ليو، خليك هادي، ده مجرد متدرب احنا مش لازم نخاف منه. بيتكلم الرئيس: ده متدرب استبدل 3 مديرين في أقل من نصف شهر، ده وحش، ده مش كده وبس، ده كل اللي حاولوا يتنمروا عليه سحقه. بيتكلم القائد وهو مرعوب: ده حتى لفت انتباه مجلس الإدارة وممكن إن هو يحل محلي في أي وقت. بيضرب الرئيس على المكتب بقوة وهو متعصب. بعدها بيعدل الرئيس وشه وبيكلم السكرتيرة وسط ما كانت السكرتيرة بتطبل له: انت كلامك صح، مش لازم نخاف منه، انا اترقيت في المنصب ده بجهدي وعمل الخاء، وانا مش هخاف من مجرد شخص. بيقطع كلامه دخول بطلنا للمكان واللي بينادي باسم الرئيس التنفيذي ليو. بيبدأ يتكلم بكل ثقة وبتكون عيونه زي الاسد بالظبط: انا جيت لتقديم تقرير على العمل بتاعي. بيكون الرئيس التنفيذي ليو مصدوم هو والسكرتيرة مع بعض وبيقعدوا يحلفوا اللي هم مش عايزينه يقترب اكتر منه، وبيتوسلوا ليه اللي هو ما يقربش اكتر. وسط الكلام ده كله بيفكر بطلنا في نفسه: انا اسمي وانغ جيان وانا متخصص في المنافسة. في الاثناء دي تنتقل بينا الاحداث داخل احدى الاماكن الترفيهية. بعدها بنروح لبطلنا وبيتكلم وهو مبتسم: انا ما اعتقدش ابدا ان المدير ليو هيستسلم بسرعه كبيره. بعدها بنشوفه وهو قاعد مع 2 مزاق وبيفكر في نفسه: الشركه دي بدات تصبح ممله، وبيفكر يروح لشركه تانية. بس فجاه هو قاعد بيلاقي التليفون بتاعه بيهتز. بعدها بيبص في التليفون فبيلاقي رساله ظهرت له على هيئه نظام، وبيفهمه النظام ان المرحله دي هتنزل. وبيكون بطلنا وانغ مصدوم. بس بعدها بتظهر له نافذه الحاله: المتانه 63%، الانعكاس 55%، والحيويه 45%، والقدرة التنافسية 120، واما العقل والروح 82%. بيظهر النظام لبطلنا بيفهموا ان المعلومات اللي تم الكشف عليها هي التقييد، وبيفهموا ان الهدف يناسب المشاركة في المنافسة. تظهر كلمة بدأ التحميل، وبالفعل بيبدأ بطلنا ان هو ينتقل ذاتيا وبيكون بيصرخ وفي الاخر بينتقل برضه. وبتظهر لهم فتاة جميلة وشكلها مرشدة: مرحبا بجميع اللاعبين في لعبة الموت، مجال الحكام اللامتناهي. وبتبدأ تشرح لهم عن اللعبة، وبيحتاج اللاعبون الى القيام بمهمات داخل الزنزانات، وبتكلمهم على اشهر الزنزانات. رقم 1 معانا زنزانة عالم التنين الشيطان، رقم 2 معسكر الابراج الشخصية التاسعة، واخر حاجة قتال زنزانات مسجد تاء واللي بيكون اسمها غريب شوية. وبتكمل شرحها ليهم وفقا لمتطلبات المهمات المختلفة. الشركات تتنافس لقتل بعضهم البعض. وبتكمل كلامها: فساب النطاق نادر جدا، فعلشان كده هنختار عشوائيا اللاعبين اللي بيتناسبوا مع المتطلبات الآتية، وده هو الاختبار الاول الذي ستجروه ايها المبتدئون. في الاثناء دي بنروح لبطلنا واللي بيكون مش مهتم باي حاجه حواليه وبيتكلم في نفسه: احساس حقيقي، حتى احدث التقنيات مش ممكن تعمل التاثير ده كله، ده تكنولوجيا متطوره للغايه. بيبدا يتكلم شويه من اللاعبين اللي انتقلوا مع بطلنا وبيكونوا مستغربين من المكان اللي هم فيه. بعدها بيزعقوا للفتاه اللي كانت بتشرح لهم في الاول وبيكونوا عايزين يخرجوا من المكان باي طريقه. بيكلم بطلنا نفسه: اللعبه دي دفعت اللاعبين داخلها بقوه. وبيفكر سيده اللعبه دي متعجرفه جدا. بس لحظه، بيفتكر اللي هي قالت اللي فيه امتحان، وطبعا بطلنا بيحب التحديات كلها.
ده. بعدها بيقوم عشان يسألها سؤال بس بيناديها باسم الحاكمة، فبترد عليه اللي هي مجرد لاعبة مرشدة بس، ودي مهمة بالنسبة لها. بعدها بيظهر النظام سماتها وبتكون مرشدة من المستوى 30. بعدها بيفحص بطلنا المساحة الشخصية اللي هو فيها. بيكلم بطلنا نفسه، بيكون متضايق ان المساحة الشخصية دي صغيرة جدا، وبيكون بالنسبة له العلاج ده سيء للغاية. في الوقت ده بتكلمهم المرشدة وبتفهمهم ان معظم الزنزانات ما بتهددش الحياة، وبعض الزنزانات لا تعاني من الفشل، بس انت هتكافئ وفقا لأدائك. بعدها بتبدأ تحمس اللاعبين. احصل على نقاط المكافأة من خلال إكمال مهمات الزنزانات، وممكن استخدام النقاط لتوسيع المساحة الشخصية. وكمان بإمكانك استبدال النقاط دي بقضاء وقت ترفيهي، وممكن تصنع جنة الأحلام في العالم بتاعك. وبتوريهم العوالم، وفي الآخر بتكلمهم إن المهم إن هم يصبحوا أقوى، تستخدم قوتها وتخرج مهارات كتيرة جدا واللي بتنزل حرفيا زي المطر. وبتكلمهم إن هي معهاش أكيد يعني المهارات دي كلها، عشان المهارات دي تبقى حسب المستوى. وبتفهمهم إن المعدات بتطلع بشكل عشوائي. في الوقت ده بيظهر لبطلنا وانج 3 مهارات، وبتفهمهم المرشدة إن بيظهر لك 3 قدرات عشوائية من الفئة F كحسبة للمبتدئين. بيحصل بطلنا على جرعة القدرة على التحمل، زائد مهارة تقييد الأصفاد، وزائد مهارة البرق المشتعل. بيضغط بطلنا على مهارة البرق المشتعل وبتظهر له معلومات يمكن تعلم المهارة مباشرة، وهيتم إدخال المعدات إلى التخزين داخل نافذة الحالة. بطلنا بيكون فرحان بالقدرة دي وما بيكونش مصدق إن في حاجات زي كده في العالم. بترفع المرشدة إيديها وبتقول الآن، وبيبدأ ينتقل اللاعبين. بطلنا وعكس الكل بيكون فرحان باللي بيحصل، وبيكون فرحان اللي هو هينتقل، وبتكون في مخيلته ان العالم ده مثير للاهتمام. في الاثناء دي بطلنا بينتقل وبيلاقي نفسه داخل الشركه اللي كان شغال فيها. بيظهر له النظام اللاعب المكتشف F233 تم قطع الاتصال. بيكون بطلنا مصدوم حرفيا لانه بيرجع للعالم الاصلي. بيزود النظام وبيظهر لبطلنا يرجى اعاده الاتصال خلال 10 دقائق والا هيتم التعامل مع الاختبار انها مهمه فاشله. بيفتح بطلنا وانغ النافذه واللي بيكون مكتوب فيها رقم حسابه اللي هو F233، وبيبقى مكتوب فيها تسجيل الدخول برضه. بيضغط بطلنا على ايقونه الاعدادات واللي بتكون مكتوب فيها امكانيه التنزيل. تظهر له المهاره اللي هو ضغط عليها واللي هي البرق المشتعل. في الأثناء دي بنروح لعالم أرض الريش الرمادية. بنشوف شوية من اللاعبين واقفين قدام كهف. بيظهر النظام وبيشرح للاعبين إن العالم ده مليء بالوحوش، وإن اللاعبين هيخوضوا شوية مغامرات داخل عش الجبل اللي هم الكهف اللي هم واقفين فيه. وبيفهمهم إن مجرد دخول الاختبار لازم تستعدوا. بنروح داخل عش الخاص بالغبل، وتحديدا لواحد من الغبل واللي بيكون ماسك لاعبة وعامل معاها الجلاشة حرفيا. بيظهر النظام بشاشة طويلة لتفاصيل الاختبار. رقم 1 معانا زنزانة امتحان المبتدئين في مغارة الغبل. المهمة الرئيسية عش الغبل. مكافأة المهمة من 1 ل10 نقاط. مدة المهمة ساعة واحدة. تأثير الخريطة: انتبه إلى فريق البحث عن الغبل، وسوف يظهر النظام لفريق الصيد مكان اللاعبين، يرجى تجنبه في الوقت المناسب. بيظهر النظام حالة البطل البرونزي، حصل على المرتبة الخامسة كمغامر مبتدئ. بيظهر بطلنا وبينتقل ذاتيا. بيظهر النظام من تاني الحساب المؤقت 234 اكتمل التحميل. بنشوف بطلنا وهو فاتح شاشة النظام بيكلم نفسه: النظام ده أجبرني على الدخول زي ما توقعت بالظبط، ومش هيسمح لي وضع اللعبة اللي انا غادر اللعبة تمام. بيتكلم وهو محبط، ده حتى النظام مش هيسمح لي ان انا اجيب اشياء من العالم الاصلي، ده امر سيء جدا. بنشوف بطلنا وهو لابس المعدات واللي بيكون في العالم الاصلي. بيكلمه قائد قسم الامن شياوان وبيستفسر منه هو ليه اخذ المعدات دي وايه اللي هو بيخطط. في الاثناء دي بنرجع لعالم اللعب تحديدا عند بطلنا واللي فجأة بيلاقي واحد من الغبل. بيكون بطلنا وانغ مستخبي منه. بيكلم بطلنا نفسه: توقف الاتصال لمدة طويلة من الوقت وشكل الفريق وصل هنا بالفعل، قصده يعني على خطأ النظام. وبيفكر ان في النوع ده من الالعاب البقاء بدون اتصال بالانترنت فكرة سيئة، على الرغم ان الاتصال بتاعي كان مقطوع، بس لو استنيت هنا مش هقدر اعمل اي تقدم في الاختبار. وبيقرر اللي هو يتحرك، فعلشان كده بيقوم ظاهر ورا الغبل. بيقوم مكلمه بكل شر: يا ابن البلاص. بيبص الجوبلin ان هو مرعوب، وقبل ما يلحق الجوبلin يعمل اي حاجه بوم ركله هيك شوت واللي بتجيب اجل الجوبلin حرفيا. بيتكلم بطلنا هو مستقنياس زي ما توقع. مهمه المبتدئين ما هي الصعبه ابدا. بنشوف الجوبلin واللي بيكون لازق في الارض حرفيا. بيكلم بطلنا نفسه: الجوبلin ده وحش صغير ويمكن للانسان الضغط عليه بسهوله، واما اللاعبين يقدروا يقضوا عليه بسهوله برضه. بيفتكر لما كان خاضع لتدريب عسكري وبيبدا يعمل شويه حركات كده. وبيتكلم: اخيرا ده اول وحش قتله. وبيكون فرحان، بس لا بتحصل الصدمه. بيرفع الغبلin مسدس في وش بطلنا. حرفيا ده اول غبلin يمسك مسدس في عالم الانمي تماما. بينصدم بطلنا صدمه عمر، بيكون مصدوم على الاخر. بنشوف بعدها 2 من الغبلin راكبين عربيه غريب وبيكونوا منطلقين باقصى سرعته. ده مش كده وبس، ده كمان العربيه فيها رشاش. بيطلع بطلنا شياو وانج يجري باقصى سرعه عنده وبيتكلم وهو بيصرخ: ده ايه اللي حصل ده؟ هو مش المفروض ان الغبلin يشيل عصايه خشب؟ وبيكون بيصرخ وهو بيجري وبيسال نفسه: ليه ماسكين بنادق ودراجات ناريه؟ احمس. بيكون
وبيكون الجوبلين لسه بيطارد. بيتكلم بطلنا المهمة هي عش الجوبلين، ازاي هحاربهم بايد العارية. بيتكلم وهو فاتح شاشة النظام، بيفكر ان هو ممكن يستخدم المهارات اللي حصل عليها. بيظهر له النظام 3 مهارات من الرتبة اف. رقم 1 قنبلة المبتدئين، رقم 2 نظارات الرؤية، رقم 3 قنبلة الرياح. بيكون بطلنا مستغرب ان المهارات اتغيرت. بيطلع بطلنا مهارة قنبلة المبتدئين. بيقف بطلنا مرة واحدة وسط مكان الجوبلين وراه، بيضرب الجوبلين بالرمح اللي في ايده على بطلنا واللي بتطلع نسخة منه. بينصدم الجوبلين، وبالاخص بينصدم لما بيلاقي القنبلة جنبه وبيكون بيصرخ. بيحصل انفجار قوي في المكان. بنشوف بطلنا وهو بينتقل ذاتيا وكالعادة، ويحصل خلل في النظام تاني. وبيظهر النظام الحساب المؤقت 235 واللي بيكون الحساب اتغير بتاعه. لقد اكتمل التحميل. بيتكلم بطلنا زي ما توقع، عندما اقوم بالتحميل فان منصبي وحالاتي هيتنوا زي ما هم. بيلاقي بطلنا في الوقت ده ان المهارات بتاعته كلها اتغيرت، وبيعرف ان تم تغيير رمز الحساب. بيكون مصدوم ان العناصر والمعدات اتغيرت تماما. بنشوف مكان الانفجار وبيكون فيه غبل ميتين. بيكلم بطلنا نفسه وبيشرب جرعة التعافي، وبيتوقع ان السبب اللي بيحصل له ده ان النظام بيعامله على كانه ميت او غير مؤهل للعب، ودي فرصه ممكن يستغلها لصالحه. بيكمل كلامه وبيكون ماسك عصايه في ايده وبيفكر، مما يعني انه هيجري اختبار المبتدئين بدون توقف، وكل مره هيتم اضافه مبتدئ. وبيفكر ان من المحتمل ان الخطا ده في مهمه المبتدئين بس، وما بيكونش عايز يضيع الفرصه دي من ايده. فعشان كده بينطلق على الغبلين وبيقتل شويه منه. بيستخدم الغول السلاح اللي معاه وبيضرب طلقات ناريه على بطلنا. بنلاقي كرات من اللهب بتنطلق على الغبلين، وبيكون وانغ هو اللي رمى الكرات دي. وبسرعه هو بيستغل خلل النظام وبيستخدم تعويذه تعزيز السرعه. بيستخدم مهاره على ايده وبيطير مجموعه من الغبلين. وبسرعه هو بيتكلم وهو فرحان، سوف احصل على بدايه تقدم مثاليه بنسبه 100%. بنروح لإحدى الأماكن على الخريطة وتحديدا تحت الأرض، وبنعرف من النظام إن درجة الحرارة 21 درجة مئوية. وخلاص بيبقى فاضل 27 دقيقة و53 ثانية على وقت انتهاء المهمة. بنروح لاتنين من اللاعبين، ويبقى في واحد بيعالج بنت مصابة. بيتكلم اللاعب وبيسأل اللاعبة هي تعرف تمشي ولا لا. بيظهر النظام حسابه وبيكون اللاعب 151. بتتكلم الفتاة وبيظهر النظام حسابها برضه واللي بيكون 47. بتشكر اللاعبة صديقها اللي عالجها، وبتكون رجلها شفيت بالكامل. بس هو ده مش عنصر العلاج الأخير، وبتسأله لو تعرض لإصابة هيعمل ايه. بيطمنها اللاعب وبيفهمها ان دي مجرد لعب وممكن يعاد يحياه من تاني، ودي مش مشكلة كبيرة يعني. بتظهر شخصية جديدة معانا، بيكون ابو نضارة. بيبدأ يتكلم. السؤال الوحيد هو مين يجرؤ على اكتشاف ده، ومين يعني اللي هيجرب الموت عشان يختبر اللي هيحصل معاه. وهنا بيظهر حسابه اللي بيكون 211. بيرد اللاعب 151. ده في لاعب ملبوط جربها على منحدر ونزل على مكان مغمور بالسموم، بس الناس ما قالولناش عشان احنا على الجانب الاخر من الخريطة. بيتكلم الشخص اللي رقم حسابه 211. من المفترض ان الزنزانة تتسع ل5 اشخاص، بس في واحد مات اول ما المهمة اتفعلت. بتتكلم البنت اللي معاهم ان لولا هم معاها لكانت مات، وبتشكرهم على بقائهم معاه. بيتكلم اللاعب 151. ايه اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ احنا بحاجة لقتل الوحوش للتقدم في المهمة، بس لو احنا تعمقنا اكتر الوحوش هتبقى اكثر صرامة، واذا وصلنا التقدم ممكن ينتهي بينا الامر بالموت. بيتكلم الراجل ابو نضارة. المهمة بتاعتنا دي اسمها الغزو، سواء كانت المنطقة البدائية او المنطقة السام، فإن وضع اللعبة يجبرنا على البقاء على قيد الحياة. بيكمل كلامه هو ممكن يكونوا عايزيننا نختبئ لحد لما الوقت ينتهي، وبيكون زهقان من قلة المعلومات. بيتكلم اللي بيدخن. في النهاية هو احنا لازم نخاطر بحياتنا عشان المهمة دي. تتكلم الفتاة وهي مصدومة. وايه اللي انتم بتفكروا فيها رفاق؟ بنشوف الثلاثة مرعوبين وقاعدين في صمت بيتكلموا مع بعض. احنا مش هنستطيع العودة للعالم الواقعي. فجأة بيجي واحد من الغبل واللي بيكون ورا الفتاة ويبدأ يكلمهم وبيقول لهم يس بشريو. بيكونوا خلاص هيقضي على اللاعبة، واما اللاعبين فبيكونوا مصدومين لانهم مش هيلحقوا ينقذوا الفتاة. ومع اخر لحظة بيظهر بطلنا وبيطير الغوبلين باستخدام مهارة من مهاراته، وفي الاخر بينقذ الفتاة. بيبص بطلنا على شوية اللاعبين دول. بيتكلم اللاعب 151. وما تسألنيش ليه انا بناديهم بالارقام، وده طبعا عشان المترجم. هو مش اللاعب ده كان مختبئ، ده طلع على قيد الحياة اهو. امال في ايه بقى؟ بيتكلم ابو نضارة. الشاب ده قدر يلاقي حل للمحنة اللي احنا فيها. بيتكلم اللاعب ده الشخص ده مش مهتم بالموت ابدا، وكمان بيندفع بدون تردد. بيتكلم ابو نضارة ده ذهب الى المنطقة السام، هو شجاع جدا. بتشوف الفتاة حسابه واللي بيكون 1985. في الوقت ده بنرجع عند بطلنا شياء واللي بيكون بينهت على اخره. بيتكلم رقم 1 احذية سريعة زائد مهارة العاصفة زائد تعزيز السرعة، وكل الحاجات دي قوية، بس لو خبطت في جدار هتتحول لهريسة. بعدها بيفكر في نفسه اللاعبين دول بس الوقت على وشك الانتهاء وهم لسه مكانهم، اكيد يعني مش هيجوا يعملوا اي تهديد ليا كمنافسين. بيتكلم
بيتكلم بطلنا وهو فاتح شاشة النظام. بعد تحديث حسابه أكثر من 1000 مرة أصبحت المكافآت في الغالب نسخة مكررة، وشكل كده مش هيبقى فيه إلا عدد كبير جدا من بطاقات المهارات. بنشوف مساحة التخزين في النظام واللي بتكون 120 من 120. بيتكلم بطلنا شياو هان: أنا قمت بتخزين ما يكفي من المعدات والعناصر لتجاوز حد تخزين النظام، وبيفكر اللي هو عايز يعمل إعادة ضبط عشان يحصل على المهارات اللي كانت عنده. بعدها بيقف وهو متحمس. التالي هو وقت الزعيم. بنشوف الزعيم وهو بياكل. بيتكلم شياو هان: بصراحة استنادك إلى معلومات المهم، لا يبدو أن الأمر ده مخصص للاعبين الجدد. بيفكر شياو: في كل مرة أقوم بالتحديث يتم إعادة تعيين المهم، وبالتالي بقتل عدد كبير من الغبل، وده ما عادش بيعمل أي حاجة. بس لو أنا كنت عايز المكافآت الرئيسية فلازم أقضي على الزعيم. بيتكلم بكل ثقة: حسن، دعنا ننتهي من هذه المعركة لإنهاء الزنزانة. بينط شياو من أعلى المنحدر بطريقة جبارة. بيظهر النظام، الدخول البطولي والظهور المفاجئ بطريقة رفيعة المستوى أمام العدو. حصلت على حد أقصى 10% من تعزيز السمات. بيخرج بطلنا شياو سيف كده وبيتكلم وهو بيضحك: استعد لهلاكك أيها العفريت. بيخرج زعيم العفاريت بندقية. بيمسك بطلنا سيفه: أكيد يعني مش هتخدع مرتين يعني، الله يرحم لما كنت بتخزق من أول غول شفت. بيظهر النظام وبيعرف بطلنا شياو إن هيتم انعكاس الهجوم التالي بعيد المدى على المهاجم. بيكون الزعيم مرعوب وبيحاول يدافع عن نفسه. بيستخدم بطلنا شياو مهارة على عينه وبيكون عامل خطة. بيظهر النظام بتفاصيل المهارة: قدرة المستوى اف، الانضباط الذاتي، وهي تجبر الهدف على تنفيذ الإجراءات المخططة لها مسبقا. وخلاص بيكون هيطلق النار وبالفعل بيطلق الرصاص وبيصدها بطلنا على طول. بيبقى شياو مصاب في دراعه وبيتكلم: المعدات اللي معايا هي أفضل معدات من الرتبة اف. بيفكر إن التأثير ده قوي جدا. بنشوف الغلو اللي بيكون بيعيط. بيتكلم بطلنا: ده كويس إن أنا عندي الكثير من المواد الاستهلاكية، وإن شاء الله هقضي على الزعيم ده حتى لو استخدمت جميع العناصر. بنلاقي في هجمة بتصيب الزعيم. بنشوف شوية اللاعبين دول واللي بيكون واحد منهم هو اللي هجم على الزعيم. بيتكلم ابو نضاره: هو احنا يتعين علينا قتل الزعيم لمسح اللعبة؟ انت ازاي وصلت للاستنتاج ده؟ بينادي عليهم شيو وهو بيصرخ، ما بيكونش عاوزهم يجوا عنده. بيردوا عليه: احنا مش هنسيبك للموت لوحدك. بيطلع بطلنا يجري وهو بيزعل اخوه ويفكر ان هو لازم ينهي ده بسرعة عشان شوية اللاعبين ولاد 60 عايزين يسرقوا المهمة بتاعته. بطلنا بيكون مفكر انهم عايزين يسرقوا المهمة بتاعته وبيكون شايل كل المعدات في ايده. في الوقت ده بيظهر النظام وبيطلب من أحد الأصدقاء الدخول إلى المساحة الشخصية. في الأثناء دي بتظهر فتاة غريبة وبيظهر النظام مستواها واللي بيكون 28. بيكون اسمها غير معرف والصحة بتاعتها 100%. تتكلم مع المرشدة رقم 1 وبتقول لها إيه اللي هو الوضع دلوقتي. تتكلم من مشعر أصفر وبتعتقد اللي هي تستطيع إنهاء الوضع قريبا. بترد عليها البنت الغامضة وهي متعصبة: أنا ما بسألش أنت بتعملي إيه. وبتكون بتسألها عن الوافدين الجدد اللي هي كانت بترشد. تتكلم المرشدة رقم 1: اللاعبين مش ممكن يموتوا، وإيه هي المشكلة يعني. وبتفهمها إن أكتر من 100 شخص ذهبوا إلى 23 زنزانة وخلاص الوقت هينتهي وهيتم الانتهاء منهم دلوقتي. بتتكلم الفتاة الغامضة: أنا قمت بمهام التوجيه ولسه مخلص. بتكمل كلامها: بيموت معظم القادمين الجدد في اللعبة لأنهم ما بيعرفوش يتكيفوا مع اللعبة تماما، وبيفتقروا أيضا إلى نقاط الإحياء مما يجعل الزنزانة التقييم ذات معدل وفيات مرتفع. وكله ماشي على النهج ده وكان بإمكاني أساعدهم لو استطاع، بس الموضوع مش بإيدي. وبنعرف إن إحياء الوافدين الجدد يكلف 10 نقاط فقط، بس لو ماتوا جميعا هتصبح التكلفة 1000 نقطة. تتكلم المرشدة مشعر أسود وبتزعلها وبتقول لها: إيه هو المهم بالنسبة لي؟ مش سرير الظهور الذي لا نهاية له والمساحة الشخصية الضخمة؟ امال انت عايزة تبقى مرشدة ليه؟ بترد عليها: أنا عايزة أسيب انطباعات جيدة. وايه المشكلة في ده يعني؟ بترد عليها مشعر أسود: اعملي اللي انت عايزاه، بس أنا جيت أسأل عن الآثار المقدسة ذات الرتبة دي اللازمة للتقدم إلى المستوى 30. بترد عليها: مفيش مشكلة، ده أنا كمان وفرت أكتر من 30,000 نقطة وأنا متأكدة إن أنا أستطيع الحصول عليها دلوقتي. بتبص المرشدة على النظام وبتلاقي نقاط المكافآت الباقية 2333. بتتكلم وهي مصدومة حرفيا: هي فين النقاط اللي أنا جمعتها بشق الأنف؟ وطبعا ما ننساش إن بطلنا هو اللي عامل الورش ده كله وهو اللي كان عمال يخلص في النقاط. بتصرخ المرشدة التانية وبتقول إن تكلفة الوافدين الجدد 28,000. وبتسألها إيه هو عدد الأشخاص اللي هي أرشدته، وبتقول لها اللاعبين دول استخدموا كل الدورات المتبقية. بتتكلم مشاعر أسطر وهي بتحسب نفسها بتحلم وبتتكلم إن هي مجرد أن تموت كل شيء هيصبح على ما يرام. بتصرخ عليها المرشدة رقم 2 وبتقول لها: يا بنت الذين لو وقعت مش هتموت. بيظهر النظام: اكتملت المهمة. 1. مهمة التقييم قاتل الغيلان. المهمة الرئيسية: إكمال تطهير مغارة الغيلان، 100 نقطة مكافأة أولية. تم الحصول على 10 مهمات مخفية. المكافأة المكتملة لزعيم الغيلان: تم استلام صندوق هدايا. في الأثناء دي بنروح لبطلنا شياو بيتكلم: في الواقع يمنح النظام معظم المكافآت دي وبيشكر النظام وبيكون عنده عناصر مخزنة. بيكمل كلامه: بالطبع اللاعبين ولاد التيت ما عرفوش يقتلوا الزعيم وانا اللي قتلته لوحدي وخدت المكافآت كلها. بنشوف اللاعبين بيتكلموا: اكتملت المهمة. بيتكلم ابو نضارة
بتتضرب كل خب. اتضح ان الزعيم هو المفتاح لانهاء اللعب. بنروح لبطلنا واللي بيكون فيه خلل في النظام، وبيكون اللاعب 2795. اكتمل التقييم جاري العودة الى المساحة الشخصية. بيتكلم بطلنا وهو محبط، الحساب مخير، ويبدو كده ان جمع المكافآت التي لا نهاية لها قد انتهى. ولكن ده هو اللي بيسمى بالمساحة الشخصية. بيظهر النظام: تهانينا للحصول على حساب رسمي، اسم اللاعب شيان وان. بينصدم بطلنا صدمة حياته، وبيكون راجع للليفل 1. بيتكلم بطلنا: اعوذ بالله، الحساب مقيد. وخلاص بتكون ايام جمع المكافآت قد انتهت. بيفكر بطلنا ان المساحة الشخصية دي اهانة. بيظهر النظام بيشرح للاعبين ان ممكن استخدام نقطة واحدة للتوسيع لكل متر مربع، وبيتوفر عدد لا يحصى من الاساس والخيارات ذات المناظر الخلابة للحصول على تجربة اكثر راحة. بعدها بيتكلم بطلنا: شاب يمكنني تسجيل الخروج والعودة الى المنزل في اي وقت. وبيكبر دماغه ان هو مش عايز يضيع اي نقاط لها قيمة. وبيظهر بشكل معدات جبارة. وبيتكلم: بالطبع يمكنني استخدام النقاط لاجعل نفسي اقوى. بيتكلم هو متعصب وما بيكونش عارف يقوي نفسه ازاي، ما بيبقاش عارف فين المج. بيظهر النظام: دليل الاتصالات المتصل. بتطلع لهم المرشدة الغامضة وبتهني اللاعبين الجدد على انهم اصبحوا لاعبين رسميين في عالم الحكام. بتكمل كلامها: اسمحوا لي ان اكمل لكم الدليل النهائي، وسوف اقدم لكم نظام تعزيز الفضاء. بس استنى لحظة، بص كده على زميلتها، اعمل زوم كده. وبتكون عايزة تنتحر. بعدها بتكلم المرشدة بطلنا وبتقول له: حصل شوية مشاكل بسيطة وانا هقدم لكم كيفية استخدام النقاط. بيبص بطلنا في الوقت ده على النظام وبيفكر ان نقاط المكافآت هي العملة في العالم الحكام، واللي بتستخدم لزيادة المساحة الشخصية او شراء العضويات. بتستخدم برضه لتعزيز القدرات ومعدات اعادة الاحياء مهما كانت العقوبة. بيكمل كلامه: الاهم من ده هو صندوق الهدايا واللي مرتبط بمستواه، ولكن ينفع فتح المتجر دلوقتي من الرتبة F. بيظهر النظام للشياو بطلنا وبيفهمه ان في فرصة عالية بنسبة 5% للحصول على مكافآت الكترونية، ونقاط شياو بتكون نزلت الى 25 نقطة. ويبقى في اختيارين: الاول من 10 الى 100 نقطة، ومن نقطة الى 10 نقاط. وبيصرخ بطلنا شياو في النظام لانه عمال يشتري ويصرف النقاط تلقائيا، وبيعرف بطلنا ان دي عملية احتيال. بيكمل ان 10 نقاط مقابل عنصر عديم الفائدة، مش زي حتى جودة تحسين القدرات. انت محظوظ، فمن الممكن الحصول على عنصر التصنيف الاول الالكتروني. تتكلم المرشدة ان ده طبيعي انك تحصل على 10 نقاط بس، وتقول لهم اعملوا بجد في الزنزانات التالية، وبتودعهم ان ده كل شيء وهيتقابلوا عندما يحين الوقت. وبيشكرها بطلنا على التوضيح. بيفكر بطلنا في نفسه: معظم الوافدين الجدد ما بيملكوش حتى 10 نقاط، البدء ب 25 نقطة اللي بتجعلني اشعر بالارتياح. بيتكلم هو متحمس. بيبقى هيختار بين التعزيز والمعدات او القدرات. بيفكر هيختار ايه، فعلشان كده بيقوم ضاغط على مهارات عشوائية. بيقوم ظاهر له مهارة اكسير السعادة، واول ما بيشوفها بطلنا بيتعصب وبيرمي المهارة وبيشتم في المهارة والنظام، وبيكون عارف ان دي عملية احتيال. بيفتح صندوق الحكام. بعدها بيركز على الضوء الاخضر. بيظهر له معدات الكترونية. اول مهارة معانا عملة الحظ، عباءة التضحية، ورشاق. بيظهر النظام: مكافأة خاصة يرجى اختيار واحد. بيتكلم بطلنا: قاء هادي، فالامر ده مبالغ الاهمية. بيكون عايز يختار بحكمة. بيفكر بطلنا الشيء بكل ثقة بامكان الخروج من اللعبة الان من غير ان اخطاء، وانا هنتظر الزنزانة التالية ثم اخذ القرار بناء على الموقف. بيظهر النظام وبيفهم بطلنا ان فاضل 12 ساعة على الزنزانة التالية. بنشوف شياو في العالم الواقعي وبيتكلم ان اقترب وقت الظهيرة، بس باستخدام حساب رسمي في النظام. مفيش داعي للقلق مشان عدم الاتصال في النظام. في الوقت ده بنلاقي اللي فيه وش ابليس الملعون. في الوقت ده وفي الاخر بيطلع المدير. بيتكلم بطلنا: المدير ليو ازاي؟ بيرد على المدير ليو بشكل شرير: شياو الصغير، انت بتنام في الشغل؟ بيتكلم بطلنا: المدير ليو، انت عايز تسألني على حاجة؟ بيرد المدير ليو: اكيد طبعا. بيكون وش المدير ملعوب. بيتكلم المدير تاني: اخيرا اكتشفت خطأ انت عملته وانا هوريك مدى قسوة هذا العالم. بتدخل السكرتيرة فجأة. بيتكلم المدير وهو متعصب: هو انت مش شايفانا مشغول؟ بيرد بطلنا: طالما السكرتيرة هنا يبقى احنا مشغولين، انزل يا صديقي مفيش كلام. بترد السكرتيرة وهي متوترة ان الادارة العليا من المقر الرئيسي جت فجأة للتفتيش، وهم وصلوا الى مدخل الشركة بالفعل. في الوقت ده بنروح الى الادارة العليا. بيتكلم الموظف وبيكلم السيد ليه وبيقول له اتفضل وبيرحب بيه. بنرجع مره تانية للمدير واللي بيكلم بطلنا الشو بيقول له انت محظوظ. بيتكلم بطلنا ومفعل مهاره الانضباط الذاتي وبيفكر ان ليس من السهل الوصول الى ذروه اهتمامه. بيكمل ان الانسحاب في منتصف الطريق مش حل ابدا. في الوقت ده بنروح للسيد ليه. بيكلمه الموظف: يا سيد ليه، انت ليه قررت تيجي عندنا؟ وهل مجلس الاداره بعت اي تعليمات؟ بيرد السيد ليه: ده مجرد تحقق من الامور لا اكتر. نرجع مره تانية للمدير ليو. بيتكلم لبطلنا شياب: انت مطرود يا ابن 60.
ليه وبيقول له اطلع بره الشركه، وبيخبط بايده وبيكون متعصب. بيتكلم المدير بكل شر. مستغرب صح؟ مش متقبل. انت عايز تبدا تركع وتتوسل ليا صح؟ بيعترف لبطلنا ان الشركه في الشهور اللي فاتت ارتفعت بشكل كبير ويمكن يرجع الفضل صغير منا. بيكمل كلام المدير ليه لبطلنا: عندك علاقات وعندك كفاءه، وده اللي خلى مجلس الاداره يركز معاه. وبيتكلم بكل شر وسط مكان الامن والرئيس والموظفين كلك وراه، والمغفل مش عارف اللي الشركه كلها وراه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك المخرج عايز كده. وبيكمل: خليني اقول لك حاجه، انا المدير ليو، وصلت المنصب ده بكل الطرق الممكنه، وصلت واغلب انجازاتك هتتكتب باسمي، وبما انك عملت غلطه دلوقتي فانا هخلص منك بشكل معقول. وبيكون عايز يخلص من بطلنا باي شكل، سواء انت او الاغبياء بتوع المقر الرئيسي، فمحدش يقدر يغير الوضع هنا. الكلمه النهائيه لي انا. بس فجاه بيتكلم الرئيس لين وبينادي على المدير ليو، واول ما بيسمع المدير ليو صوته بيرتعد، ده حتى شكله قلب الوان من كتر الرعب. بنشوف بطلنا واللي بيقوم وبيسقف، وكمان بيسقف معاه السيد لي، وبتبدا الشركه كلها تسقف للمدير ليو. المدير ليو بيحاول ينقذ الموقف، وبيتكلم ان هو كان بيهزر وبيتمنى ان هم يستمتعوا بالعرض بتاعه. بنروح لخارج الشركه وبنشوف السيد لي واللي بيطلب من سائق السياره اللي هو يمشي، وفي الاخر بيطرد المدير ليو. حرفيا المدير ليو اول مره يصعب عليا. بيقعد بطلنا على المكتب وبيفكر ان قدره المستوى اف، ومع كده حقق الهدف اللي هو كان عايز يوصل له. في الوقت ده بيفتح بطلنا شاشه النظام وبيكون مبهور من التكنولوجيا الخاطفه، وبيبدا يكتب خطه لنفسه. والخطه باختصار انه المفترض يبدا يكسب قلوب الناس وتعزيز ادائه. بنشوف بعدها بطلنا شياب وبيتكلم وهو مبسوط. عطله نهايه الاسبوع قادمه، وبيقرر انه هيذهب للعبه في الليل. وبيتكلم وهو بيضحك ان اكبر ميزه ان يبقى عندك مكتب خاص، وبيفكر ان عشان كده مش هيبقى قلقان من فقدان الاتصال في العالم الخارجي. وبيبدا يبحث عن الظواهر الغير طبيعيه على الكمبيوتر، وبيسال نفسه اذا كانت محو من الوجود ولا هم ذهبوا في غيبوبه. بيكون عايز يعرف. بيظهر الكمبيوتر الظواهر دي، وبنشوف ان في طالبه اغمي عليها فجاه وتم نقلها الى الطوارئ، والكلام ده كان من شهرين. بتحصل حاجه غريبه في الكمبيوتر. بيظهر بعدها النظام ان محتوى الفيديو محظور او غير صالح للمشاهده. بينصدم بطلنا من حاجه قدامه في الشاشه. بتنتقل بينا الاحداث لاحد السكك الحديديه. بنشوف بعدها دكتور غامض ومعاه شويه دكاتره، وبيكونوا داخلين للشركه بتاعت بطلنا بالعافيه، والسكرتيره بتحاول تمنعهم ما يدخلوه. بنروح لمكتب المدير، بنشوف الدكتور واللي معاه داخلين هناك، وبيتكلم الدكتور: اكيد الواد ده راجع للبيت بالفعل. بنروح بعدها لبطلنا شياب وبيكون هو مراقب. بيتكلم بكل خوف: مش مهم لان مفيش اي حد يقدر علي. في مكتبه جامعه لين جين بنشوف بطلنا شياب ماشي في المكتبه بيتكلم في نفسه. اتضح ان عالم الحكام الذي ليس له نهايه ليه اشخاص في العالم الحقيقي، واكيد بيعملوا تجارب على اجسامهم الحقيقيه. بيكمل في الموقف: حيث ليس لدينا معرفه بما نتعامل معه، فان البحث عن مساعده من الاشخاص دول هيعرض حياتنا للخطر. بنشوف بطلنا وهو بيسلم على واحد صاحبه في المكتبه. بيكمل في نفسه ان الناس دول معاهم السلطه والمال، ومع اقتراب الامتحانات المكتبه هتبقى مليانه حتى في الليل، وبيفكر ان هي مكان امن بالنسبه له. وبيقعد بطلنا وبيفتح اللابتوب: حتى لو نمت هنا زمايلي اللي حواليا هيساهموا في تغطيتي. بنشوف اتنين من الطلاب في المكتبه، واول ما بيشوفوا بطلنا شياو بيترعب. بيتكلم الطالب الاول: انا افتكرت فجاه حاجه لازم اعملها. بيتكلم الطالب التاني: ان الوقت اتاخر بالنسبه لي وهكمل بكره. بنروح لاتنين من الطلاب تانيين. بتتكلم البنت دي: هو مش شياو كان رايح للتدريب؟ هو ليه هنا بيعمل ايه؟ بيرد على صديقه هو بيلم الكتب بتاعته: ده وحش، ده خد 3 تخصصات مختاره ونجح في كل الامتحانات. بترد زميلته: الدراسه معاه خلتني اشعر بالذنب لدرجه ان انا اعتزلت. بيكون بطلنا سامع شويه الكلام من الناس اللي حواليه، والناس كلها بتتكلم اللي هم عايزين يمشوا ومش عايزين يحاولوا ابدا. بينصدم بطلنا شياو لان كل اللي حواليه عايزين يمشوا. بيطلب منهم شياو اللي هم ما يمشوش، واللي هو جاي يرتاح اصلا. بيتكلم اتنين من البنات لهم نضاره وبالمناسبه اسمها لي، وبيقولوا لها: انت هتغدري ولا لا؟ بتبقى لين هترد عليهم. ساعتها بيستخدم بطلنا قدره الانضباط الذاتي. بيتكلم في نفسه: مفيش حد حواليا، واذا نمت هنا ومفيش اي حد حواليا هبقى بره المكان تماما، عشان كده مفيش خيار تاني. بتتكلم بقى السيده لي: مهما حصل لازم اخلص التقرير الافتتاحي. بيودعوها اصحابها البنات وبيقولوا لها حظا سعيد، وبيطلبوا منها تعتني بنفسها. بتنصدم البنت يا عيني وبتكون مستغربه هي قالت ايه دلوقتي. بيكلمها بطلنا: يبقى نشتغل بجد مع بعض الليله. بيتكلم بطلنا في نفسه: في العالم الحقيقي فان النوع ده من القدرات بيعمل لي اللي انا عايزه. وبيكمل شياو: بس مع كده امام التهديدات اللي مش معروفه لازم اكسب بسرعه قدرات اكتر عشان اي حد ما يفكرش يقترب مني. وبيلبس السماعه وبالفعل بيبدا النقل ذاتيا. بيظهر له النظام: تسجيل الدخول اللاعب شياو 1 الليفل 1، اهلا بك في عالم الحكام اللامتناهي. وبيفهموا ان اللعبه هتبدا خلاص، وبيقول له: من فضلك اختار مستوى الصعوبه، والنظام هيطابق الزنزانات المتناسبه او انت تقراها الاول. وكل ما زادت مستوى الصعوبه زادت المكافآت. بيتكلم شياو: باعتباري لاعب جديد فلازم اكون حذر شويه وهسيب النظام يختار لي وخلاص. بنشوف بطلنا وهو بيلعب ضغط في المساحه الشخصيه، وبعد ما بيخلص بيضغط على بدء اللعبه. بيظهر النظام: اللاعب شياو انغل ليفل 1، الصعوبه المختاره صعوبه الكابوس، اكتمل التحميل. وبتكون مهمه برج الجرس
الملعون، ودي تبقى ارض ملعونه منذ الاف السنين ومغلفه بالظلام حيث الشياطين تاكل الناس بالليل. بطلنا الشاوي بيفكر وهو فاتح شاشه النظام ان الابطال لازم يعرفوا اماكن الشياطين ويقتلوهم، بينما الشياطين لازم يستغلوا الفوضى ويقتلوا اي احد دخل من الابطال الى هذا العالم. بيظهر النظام، بدات اللعبه، يرجى تحديد مكافاتك على الفور. بيتكلم بطلنا هو متضايق، هو مش ممكن الدخول قبل الاختيار، وبيكون متعصب ان خطأ النظام اتلغى مؤقتا. بيتكلم هو منشكح، بالنسبه للعباءه لو انا اخترتها فانا هموت قبل التاثير بتاعها ما يشتغل. بيختار بطلنا عمله الحظ، وبيتكلم هو بيلعب بالعمله. العمله دي ممكن يكون لها تاثير كبير على احتمالات الحدث، والامر ده له فائده كبيره جدا، وعندما اكون في خطر فان لها تاثير ساطع. بيفكر ان المشكله في الامدادات بتاعه النظام، بيفكر يختار الرشاش. نرجع مره تانية للبنت بتاعه المكتبه، بتتكلم في نفسها، هو ليه انا لوحدي هنا؟ وبتكمل ان هي مش ممكن تودعه، وبتكمل ان هي ممكن ما تحتاجش تودعه، وان هي سيئه في التعامل مع الناس، وبتكون عايزه تعمل نفسها تعبانه وعندها الم في المعده. بتروح لبطلنا بكل تواضع، هو انت بتمارس مهارات الاستماع ولسه هتكمل؟ بيقوم بطلنا نازل عليه، بتتحرج البنت وبتتحرج على الاخر. بتنتهي بينا الاحداث عند بطلنا شاب، واللي بيكون داخل مهمه في عالم اللعبه، بيكون على 3، وبنعرف ان هو داخل قلعه الشيطان، وبيكون مبسوط لان نقطه الادخال مثيره للاعجاب. بتظهر له نافذه مشؤومه، مرحبا بك في برج الجرس الملعون، هويتك هي شيطان. بتظهر بعدها رسالة، زنزانة برج الجرس اللعين، وهي عبارة عن زنزانة مبنية على فصلين بيتكونوا من 9 لاعبين مشاركين، في 6 لاعبين في فصيل الأبطال و3 في فصيل الشياطين. وهنا بنفهم إن ال6 أبطال هيواجهوا ال3 شياطين. بيظهر النظام لفصيل الشياطين، وبيفهمهم إن الهدف الرئيسي من الزنزانة دي هو إن فصيل الشياطين واللي بطلنا واحد منهم لازم ينتصر ويقضي على الأبطال ال6. بيشرح النظام كمان إن المكافآت المهمة لكل أعضاء الفريق اللي هينتصروه هيحصلوا على 50 نقطة كمكافأة، والفريق اللي هيخسر هيتم خصم 50 نقطة منه، وكل مرة تقتل اللاعب هتحصل على 10 نقاط، وبيكون فيه مكافآت جانبية، ولو عملت 280 عملية استكشاف هتاخد 10 نقاط كمكافأة. بيكمل النظام وبيشرح قواعد الزنزانة، واسمها بيكون القمر الدموي والجرس البارد. القواعد دي بتقول بعد كل ساعة من قرع الجرس عالم الزنزانة كله هيدخل في مرحلة اسمها مرحلة القمر الدموي، بتستمر لمدة 10 دقائق، وكل القدرات اللي ليها علاقة بالسمع والرؤية هتتلغي، وفي نفس الوقت قدرات الشياطين القتالية هتزيد بشكل كبير. ولما مرحلة القمر الدموي دي تخلص جرس الحكمة الذهبي اللي موجود أعلى البرج هيتم شحنه، وأي لاعب يقدر يروح هناك ويعقد اجتماع للتصويت عشان يحددوا مين اللي هيتم إقصائه من اللعب. اللاعب اللي هيقرأ الجرس الذهبي هو اللي هيقدر يخرج اللاعب اللي جمع أكبر عدد من أصوات من اللعبة. بيوضح النظام أهمية برج الجرس، وإن البرج مليان أسرار عن قوة عالم الشياطين، وبيشمل كمان أدلة على هويات الشياطين، وكمان في عناصر جوه ممكن تقوي الشياطين، وفي حتى مكافآت خاصة ممكن أي لاعب ياخدها لو استكشف البرج كويس. في الوقت ده بنشوف بطلنا شياو اللي بيكون فاتح شاشة النظام، وبيبدأ يحلل القواعد وبيفكر في خطة. بيتكلم مع نفسه، الأبطال ما عندهمش أي طريقة مباشرة يقدروا يعرفوا بيها مين هو الشيطان، وإن كل الأدلة اللي بتحدد الهوية مخفية في خريطة. عشان كده المفتاح إننا نحاول نمنع اللاعبين التانيين من إنهم يستكشفوا الخريطة، أو نحاول نشوش عليهم أثناء اجتماعات التصويت. بيظهر النظام قبل ما تبدأ الزنزانة رسميا، وبيدي الشياطين ميزة 3 دقائق يقدروا يتواصلوا مع بعض فيها. في الوقت ده بيظهر 2 من اللاعبين من المستوى العاشر عشان يساعدوا بطلنا في المهم. بيتكلم لاعب، زملائي اللي اختارهم النظام خلينا نتحد مع بعض ونسحق الاعداء. بيظهر النظام اسمه ومستواه، ليو جين المستوى التاسع، الصحة 100%. بنشوف بعدها لاعبة وبيظهر النظام مستواه واللي بيكون من المستوى العاشر، واسمها شوتيا والصحة بتاعتها 100%. وبيتكلم اللي معاها، مفيش مشكلة ان احنا نتحد ونلعب مع بعض، بس لحظة، هو انت مبتدئ من المستوى الاول، انت لسه مخلص زنزانة المبتدئين صح؟ انت ازاي دخلت المعركة دي؟ المفروض ان الناس اللي احنا بنلعب معاهم يكونوا على الاقل من المستوى السابق. بيرد عليها شاو وهو محرج، وبيتاسف لها ان هو اختار اعلى مستوى من الصعوبه، وكان فاكر ان دي زياده في الصعوبه وخلاص، وما كنتش متوقع ان هلاقي نفسي في المكان هنا. بترد عليه اللاعبه شوتيا، انت جريء وشجاع كمان، بس هنا العقوبات اصعب بكتير، لو خسرت هيتحط عليك ختم الدم، وده معناه ان الزنزانه اللي جايه مش هيكون فيها حمايه من النظام، وممكن تتعرض لاصابات دائمه او حتى تموت. بيتكلم بطلنا وهو مصدوم، ما كنتش اعرف ان العقوبات خطيره كده، ولازم اكون مركز ومش هغلط اي غلط. بيتكلم بطلنا في نفسه، لازم احفظ النقاط في حاله الفشل، ومش مصدق ان المرشده نسيت تقول لي شيء زي ده. بنشوف المرشده لسه بتعيط على النقاط اللي هي ضاعت منها. نرجع مره تانية للبنت شوتيا، وبتكلم بطلنا، انت محظوظ، انا هدعمك، وبتشرح له ان اللاعب من المستوى العاشر في الفئه دي بيمثل قوه مطلقه. بيرد اللاعب وهو منشكح، سامنحك شرف النصر معنا. بيكلمهم بطلنا شياو، انا هعتمد عليك وهبذل قصارى جهد. بترد عليه البنت، انت شكلك هتصير محترف في المستقبل. بيتكلم اللاعب
ليو جين الوقت بينفي ولازم نشارك المعلومات اللي معانا. انا موقعي مليء بالكتب المحظور وكلها عديمة الفائدة بالنسبة للشياطين، عشان كده هدمرها عشان اللاعبين ما يحصلوش عليها. وبيكمل ان الارض بتصدر صوت اجوى، وده بيشير ان انا هكون في الطوابق العليا في البرج. بتتكلم اللاعبة انا في غرفة الاستجواب ومش ممكن افتح الباب، بس في نافذة فيها فتحة صغيرة ببص منها على الجدران، واكيد انا في الجزء الداخلي من البرج. بيتكلم بطلنا انا في غرفة النوم ومش هيتم فتح الباب المؤدي الى المدخل، وكمان النافذة الزجاج بتاعها ما بينكسرش. بيفكر ان الامور دي ممكن تتغير بمجرد بدء المهم. بتفكر اللاعبة من المحتمل ان النوافذ الخارجية مش هتتغير والباب هيفتح اكيد، والنظام ما كشفناش من البداية، ومن المحتمل ان يكون اللاعبين التانيين في غرف منفصلة زينا تماما. بيتكلم اللاعب ليو جين انا حاسس ان احنا هنقابل اللاعبين قريبا، والنظام مش هيمنحنا الوقت الكافي للتجول بحرية، وعشان كده هنعمل مذبحة من جانب واحد. بتكلم البنت بطلنا ركز على اللعب الآمن عشان انت مبتدئ. وبيكلموا اللاعب ليو جين برضه وبيقول له تابع بحذر وركز افكارك. بيقول له بطلنا مفهوم وانا هبذل قصار جهد. بيكلم بطلنا نفسه انا كحيان، وبيكمل في نفسه ان الالعاب عالية المستوى مختلف، وان الشخصين دول عقلانيات وليهم اهداف واضحة وحذرين كمان. بيتكلم وهو بيفتح الباب، بمجرد انتهاء وقت الاتصال اتفتح الباب، وبيفكر ان الابطال دخلوا بالفعل. بنشوف بعدها الممر الخارجي، بنشوف بطلنا واللي طالع من غرفته. بيتكلم في نفسه زي ما اللاعبين توقعوا كله بيخرج من الغرف بتاعته. بيتكلم بطلنا باعتباري مبتدئا فانا هحتاج اخفي نفسي كويس، وبما اني شايف مدى الحذر بتاعهم وعقلانيتهم فانا هبقى بخير. بنشوف اللاعبين بيطحنوا في بعض وبيبدا القتال ما بينهم. اللاعب اللي كان طاير بينزل على الارض بكل رشاقه ولسه هيبدا يهاجم. بيلاقي اللاعيبه بتديله ضربه بتجيب اجله، واللي بتجيب اجله تماما. بيتكلم اللاعب اللي معاه قناصه وبيكلم الابطال بسرعه. الاشخاص اللي بداوا القتال هم الشياطين، ولسه هيصوب بيلاقي هجمه بتصيبه. بنشوف الشيطان ليو وبيكون مفعل النيران السوداء من الجحيم، بتبقى فيه مغتاله وراه واللي بتطعنه في قلبه. وبتتكلم المغتاله ان هي فازت في الجوله دي. بيتكلم اللاعب ليو يبدو كده ان دي نهايه المطاف، والمعركه دي كانت مثيره بالفعل، وبيقوم مفجر نفسه. بتتكلم لاعبه من الابطال وبتشكر زميلها اللي هو عامل حركه انتحاريه وقضى على الاعداء. زميلها بيرد عليها وبيقول لها لا شكر على واجب. نرجع مره ثانيه للاعبه الشيطانيه واللي بتكون خلصت على واحد من الابطال، وبتكون اخدت رصاصه في نص دماغها، واخر كلماتها ان هي بذلت قصار جهدها. بنشوف القناص اللي هو لسه ضارب نار وهو اللي بيكون قضى على اللاعبه. بيظهر النظام تم اقصاء اللاعب ليو جين الهويه شيطان، وتم اقصاء احد الابطال، وتم اقصاء برضه اللاعبه شو تيان والهويه بتاعتها برضه شيطان. بيتكلم بطلنا شياو هو ايه اللي حصل دلوقتي، وبيتصدم ان مفيش غيره، كل التابعين ليه مات. بيظهر النظام من تاني، الابطال المتبقين هم 5 واما الشياطين فما فيش الا واحد، والقمر الدموي هيبدا خلال 57 دقيقه. بنشوف معلومه من خلف القصه. معلومات البرج: الجرس الذهبي، نصف البرج، النافذه والقلعه الجماعيه والقاعه الاماميه. ندخل في تفاصيل اكتر. 1 غرفه النوم، وبعدها الكنيسه، وبعدها غرفه التخزين ومعاها معرض وقاعه الفناء ومستودع وورشه عمل وغرفه الحراسه والمطبخ والتخزين. بنروح بعدها للاعيبه يوشا وبيتكلم شاو وبتقول له احنا التقينا في زنزانه المبتدئين قبل كده صح، وبنعرف ان هي في المستوى الثاني. بيسلم عليها شاو وبيقول لها ما كنتش متوقع ان احنا نقابل بعض مره ثانيه. بيفكر في نفسه دي المره الوقحه اللي كانت عايزه تسرق مني زعيم العفاريت. بعدها بيتصدم ان هي في المستوى الثاني. بيفكر هو متغاظ المره دي شكلها لها طريقه جديده للتدرب في الخفاء، او ممكن تكون لها طريقه جديده لاكتشاف المزيد من القواعد. وبيبص لها بكل شر وبيكون متغاظ منها، والبنت بتكون على باب الله مش فاهمه اي حاجه. بتروح ليوشان وبتقول له انت لسه في المستوى الاول بس، وعرفت تدخل زنزانه معركه الفريق ازاي؟ بيفكر شياو هي جايه تسخر مني ولا ايه؟ كلمه بكل براءه انت استخدمت تذكره الدخول العشوائيه زيي، وبتوريه شويه بطاقات في ايديها وبتقول له العنصر اللي في ايدي ده بيتيح للاعبين الدخول في زنزانات اضافيه، وبنعرف ان البطاقات بيتم الحصول عليها بشكل خاص ساعه ما بيكون مستواك منخفض. بس بتكلمه بكل صراحه لو ما كنتش خايفه من البقاء لوحدي في المساحه الشقيه ما كنتش استخدمتها ابدا. بيفكر شياو اتضح ان في ادوات مخصصه للمبتدئين. بتكلمه يوشان وهي محبطه وبتقول له ان التذكره من دي بتستخدم 3 مرات بس مع كده صعوبه الزنزانات بتبقى عشوائيه. بس المره دي انا متوتره لان انا حصلت على مستوى صعب للغايه. بيرد عليها شياو وهو متوتر ايوه انت كنت محظوظه. بيتكلم القناص الحظ بتاعي كان سيء لدرجه ان انتهى بيا الامر بالقضاء على شياو تيان، وبنعرف انها كانت زميلته في الفريق سابقا. بنشوف اللاعبين اللي تم القضاء عليهم بيختفوا تدريجيا من المكان. نرجع مره ثانيه لمعلومات القناص على شاشه النظام، وبيكون اسمه يو تونغ من النقابه المرتزقه من المستوى السابع، واما اللاعبه الثانيه بيبقى اسمها ماي يوين وبيكون عنوانها في النظام ضربه المغتال الكامل وبتكون من المستوى الثامن. واما الفرد الثالث فبيكون اسمه توني ساحر تخزين من المستوى السابع. بيفكر بطلنا شياو مع نفسه في النوع ده من معارك الفرق بيتم اكتشاف بشكل اساسي هويه الشياطين، عشان كده الاثنين اللي معايا اتصرفوا بسرعه عشان ما يتمش كشف هويته. تكلم المغتاله وبتقول الاقتراب من شياو تيان كان
تحدي صعب لانه لو تم اكتشافك كنت هودع على طول. بيتكلم الساحر توني: انا استخدمت قوتي القصوى عشان انقذك مره واحده بس. بيتكلم يوتونغ القناص: لحسن الحظ تم حل المشكله دي. بيتكلم بطلنا في نفسه وبيكلم اللاعبين اللي لسه ميتين: مع السلامه الى اعماق جهنم وبئس المصير. وبعد ما بيدعي لهم بيزعق وبيقول: هو ليه اللي بيعرفوا يقاتلوا ماتوا وانا لسه عايش؟ ده ايه الحظ ده؟ بيظهر النظام لشياو وبيقول له: القدره الشيطانيه تعزيز القمر الدموي، يحصل على تعزيز بنسبه 150% لجميع السمات خلال القمر الدموي. بيفكر شياو مع نفسه: مع مستواي الحالي حتى في حاله القمر الدموي من الصعب ان انا اقتل شخص معين، فعلشان كده طريقتي الوحيده للفوز هي استكشاف الخريطه وجمع كل تعزيزات الشياطين. بيبتسم بكل شر: انا هسيبهم يقتلوا بعضهم البعض. بيروح لهم شياو وبيكلم اللاعبين: ايه اللي احنا لازم نعمله دلوقتي؟ وهل في شيء ممكن نساعد بيه؟ احنا لسه داخلين لعالم الحكام ومش عارفين ايه اللي هنعمله دلوقتي. بتتكلم المغتالة وبتفكر ان في 2 من المبتدئين معاهم. بيتكلم القناص: ما تخافوش احنا هنستكشف الخريطه كالمعتاد لجمع الادله. بيتكلم بطلنا بكل خوف: بعد ما شفنا المعركه الرهيبه دي كنا خايفين من اننا نخش معاكم في قتال، بس لحسن الحظ فزنا. بيتكلم الساحر توني: في 2 من الوافدين الجدد معانا ما عندهمش اي قدرات. بيرد عليه بطلنا وبيقول له: ال2 دول كان بيخفوا هويتهم بشكل كبير، فاكيد يعني في واحد فينا عنده قوه جباره ممكن يهزمنا كلنا اثناء القمر الدموي. ويبدا اللاعبين يتهموا بعض ان هم شياطين وبيبقوا خلاص هيبداوا القتال. تتكلم اللاعبه يوشا: هل الشيطان الاخير هو اقوى واحد اساسا؟ بيتكلم بطلنا بكل خوف: يا سلام لما تكون خنزير. بنشوف لاعب اول مره هيظهر معانا واللي بيكون متعصب جدا، بيكلمهم وبيقول لهم: يا لكم من حفنه من الحثاله، وراح يهاجم على طول وبيمسك بطلنا وبيطيره بعيد. بيتصدم الكل من الهجوم اللي حصل ده وبيكونوا مستعدين للقتال. بيتكلم الساحر توني: 3 ضد 1، القتال ده هينتهي فورا. وبيتكلم اللاعب ده وبنعرف ان اسمه لين ياو: لو كنت شيطان كنت هتعاون مع ال2 اللي ماتوا، كنت هقضي عليكم على طول. بنشوف بطلنا واللي بيكون بيتألم من شده الضربه وبتروح يوشان تطمن عليه. بيكون شياو تعبان من شده الضربه وبيقوم يقف وبيكلمهم: اذا كنت انا شيطان القيام بحاجه زي دي مش هيكون ليه اي معنى اساسا. فبيمسكوا اللاعب لين عشان يقضي عليه نهائيا وبيكلمه وبيقول له: اللي زيك ما ينفعش يتكلموا هنا يالا. في الوقت ده بيتم انقاذ بطلنا وانغ على ايد المغتالة. بيشكرها وانغ وبيفكر في نفسه: اللعنة، طبعا النوع ده من القوة فقوتي ببساطة مش ممكن تتنافس معاها ابدا. وبتكون الصحة بتاعت وانغ 11% وبتكون قلت جدا. وبيفكر وانغ: هو الراجل ده ما خلصش عليا ليه؟ وده لان هجومه الاول خلص نص صحتي بالكامل، بس هو اتحكم في هجومه متعمد عشان ما يخلصش عليا. في الوقت ده بيتكلم القناص: اللي انت بتعمله ده كتير جدا ولنا بدانا كمبتدئين، فما ينفعش تعمل كده والا هنخلص عليك. بيتكلم الساحر توني: احنا بنمتلك اليد العليا دلوقتي وما تستعجلش على موته. وبيتكلم بطلنا وانغ: انا شايف كده ان هو لو قام بقتلي وما كنتش انا شيطان فهيتم قتله من قبل اللاعبين وهيحصل على عقوبه بسبب قتله لمبتدئ، وده طبعا في نظر الابطال بس. وبيكون الشخص ده متعصب جدا وبيبدا اللاعب ان هو يلغي قوته. وبيكمل بطلنا وانغ: الراجل ده شبهي بالظبط، متحمس جدا للفوز ومفيش داعي ان هو يخاطر ويقتلني عشان ما يحصلش على عقوبه. وبيكون اللاعب لسه متعصب برضه. الوقت ده بيحاول وانغ ان هو يلطف الجو وبيضحك وبيقول: احم بقول لكم ايه، مفيش فايده من مجرد الوقوف هنا، فليه ما يتمش تقسيمنا ونكتشف المكان للعثور على الادله وبالمره يعني نحصل على نقاط اضافيه. ما انا برضه في الخنزره مفيش مني 2. الوقت ده بتتكلم المغتالة: بس ايه اللي هيحصل لو تعرضنا لهجوم بعد ما ننفصل؟ بيرد وانغ: ما تقلقوش هنعمل كده في ازواج، فريق مكون من 2 يعني. الوقت ده بيتكلم الشخص اللي كان متعصب وبنعرف انه اسمه لين ياو بيقول: كل واحد فينا هيشرف على زميله اللي معاه في المجموعه، ولما يبدا القمر الدموي هنعرف مين الانسان ومين الشيطان، وهنتاكد ان مفيش اي حد في مجموعتنا هيتحرك في الظلام. واما انا بقى فهروح مع المبتدئ الحقير ده. الوقت ده بيقول وانغ: والواد ده عايز ايه بالظبط؟ الوقت ده بتروح المغتالة ليوشان وبتقول لها: خلينا نكون فريق مع بعض. بتقول لها يوشان: ما تقلقيش انا مش شيطانه. وبيقول الساحر توني: اما انا بقى فهروح مع القناص. بيقول له القناص: ماشي. الوقت ده بيتكلم بطلنا وانغ وبيقول: انا مش عايز اتعاون مع الراجل ده. وبيتكلم بكل شر وبيقول: بس عشان انا مجرد متدرب لا حول لي ولا قوه، فانا هستخدم حالتي الخاصه عشان امنعك من قتل اللاعبين دول. بيرد عليه لين ياو وبيقول له: انت مثير للاهتمام يلا، وريني بقى هتعمل ايه. وبنعرف ان القناص والساحر توني هيدوروا على الادله في الطابق الاول، وبطلنا ولين ياو هيتفقدوا الطابق الثاني والثالث، واما المغتالة ويوشان هيتفقدوا الطابق الرابع وبيبداوا في تفقد الغرف. وبنروح بقى للطابق الرابع مع المغتالة ويوشان. وبتتكلم المغتالة وبتقول: الكتب دي تم حرقها بواسطه اللاعب اللي احنا لسه قاتلينه من شويه، وبتكون زعلانه ان هي مش هتستكشف الادله عشان هي محروقه كلها، وبالتالي مش هتعرف تستخرج الادله من الكتب دي. الوقت ده بتتكلم يوشان: ايتها الاخت الكبرى، ومش المفروض القواعد بتاعه البرج بتنص ان انت المفروض تستكشف الادله عشان توصل للشيطان الحقيقي؟ بترد المغتالة عليها: ومش انت اكبر مني ولا ايه؟ بتقول: انا دي باسم ماو. وبتكمل
بتكمل كلامها ما تتوتريش، صحيح ان الامر بيستغرق بعض الوقت بس انت هتعتاد عليه اكيد. وبتقول لها بالنسبه للكتب الموجوده هنا فهي بتتفاعل لما حد يقترب من شيطان فبيتم تفعيل الفخاخ على طول. وقبل ما بتكمل كلامها بيكون المكان اتغير بالكامل من حواليهم وبيظهر شيطان شرير من ورا يوشان وبيقول يا سلام بشر. وقبل ما بيكمل كلامه بيلاقي خنجر فراشق في نص راسه على طول. وطبعا ماو بتكون عملت الواجب معاه. بعدها بتروح ناحيه الوحش وبتقول شكل كده البرج ده مليان بالفخاخ وطالما ما عندناش حظ سيء يبقى مش هنقابل الوحش من رتبه عاليه في المكان. وبتكون يوشان حرفيا هيغمى عليها. في الوقت ده بنرجع مره ثانيه للطابق الثاني وبنشوف انفجارات بتحصل في المكان وبيكون حرفيا لين يوم مطحون حرفيا من كتر الفخاخ دي واللي بتكون كتيره جدا. وبيقول هو مش قادر. اللعنه وايه اللي بيحصل ده الفخاخ في كل مكان حرفيا. ده حتى غرفه الطعام فيها كتير من الفخاخ. احنا شكلنا هنموت هنا ولا ايه؟ بنروح لبطلنا وان واللي بيبدا يطبل للين ياو بيقول له كمل يا باشا كمل انت احسن واحد شفته في حياتي. تطبيل يعني ما فيهوش كلام. بعدها بيستخدم لين ياو الجولم بتاعه الحجري وبيقضي على واحد من الفخاخ اللي كانت هتصيب وش وان وبيقول له لين ياو انت يالا ما ينفعش تقف بعيد عني عشان ما تموتش. في الوقت ده بيقول بطلنا وان بكل شر وهو بيضحك شاطر يا لين. دلوقتي اخر حاجه انا بتمناها اللي انت تموت مكانك. في الوقت ده بيتكلم لين انت يا ابني انت بتتعمد تشغل الفخاخ صح؟ فبيقول له وانا ايش عرفني وانا عارف هما بيشتغلوا ازاي اصلا. بيتكلم لين ياو اللعنه تاثيرات البيئه ديت ضدنا تماما. في حاجه بتستهدفنا دلوقتي بس لحد دلوقتي قوتهم مش كافيه ان هما يوقفوني. وبيكمل كلامه اللاعبين الكلاب دول اختاروا اضعف واحد معايا وده لان المبتدئين عاده ما بيبقى معاهم مهارات من عديمه الفايده من الرتبه اف. وفي الاستنتاج بتاعي دلوقتي يبقى الشيطان من واحد من الكلاب الثلاثه دول. في الوقت ده بيتكلم بطلنا وانغ ومطلع عمله الحظ وبيقول بكل شر ماشي يا ايها الحارس الشخصي انا هخليك بتشتغل بجد لحد لما تموت تماما. وايوه صح انا بشعر بالاطمئنان بسبب الشيء الخاص اللي معايا ده وده اللي بيخليني اعرف اشحن العنصر اللي في ايديا وفي الاخر انا اللي هبقى منتصر. بعدها بيسيب وان غلين ياو محاوط بالفخاخ وبيسيبه وبيمشي وبيقول على اي حال انا بشعر بالملل وبما اني مش هقاتل دلوقتي فيلا نستكشف المكان. في برج الجرس الملعون في شياطين في كل مكان فايه اللي انا لازم اعمله بقى عشان ابقى اقوى. بعدها بيستوعب وان حاجه وبيتصدم وبيقول استنى شويه ما تقوليش برج الجرس مليان شياطين. انا فاكر بصراحه من وصف القصه الافتتاحيه ان اللاعبين هم مجموعه من الابطال اللي جم للبرج ده عشان يهزموا الشياطين. بيطلع بعدها عند احد النوافذ وبيبص على الجرس الملعون وبيفكر في نفسه ان ده هو الجرس اللي بيعمل على ادانه الشياطين.